زمان واحنا صغيرين في امتحاناتنا، لما قبل ما تطلع الامتحانات اللي هي اختيار من متعدد، كان يقولوا لنا خدوا بالكم حتى لو مش عارف تحل المسألة اكتب خطوات واكتب القوانين، لان المصحح هيشوف الخطوات دي وهيديك درجة على الخطوات حتى لو مش هتاخد الدرجة النهائية. وكنا بنرتاح ونقول ايوه فعلا ان شاء الله المصحح مش هيظلمني وهاخد درجات على الخطوات اللي انا عاملها. لما كبرنا بقينا نشيل الطين، بقينا لما ما ننجز حاجة ولما ما نطلعش نتيجة من حاجة بنبقى متضايقين جدا وشايلين الطين فيها وناسيين ان ربنا سبحانه وتعالى هيدينا درجات على كل خطوة عملناها، طبعا في سبيل الحاجة الصح. كل خطوة عملناها هناخد عليها درجة. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في آية أغلبنا حافظها، بسم الله الرحمن الرحيم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله العظيم. ربنا هيحاسبنا على خطواتنا، مش هيحاسبنا على النتيجة. هقول لكم سبب الفيديو ديت في قصة صغيرة. وأنا ماشية كده في الشارع، كنت ماشية لقيت طبعا بعد ما اشتريت الحاجة طبعا الميكروباصات بتبقى زحمة، الجو حر، وكنت متضايقة جدا ووشي طبعا يعني 111. المهم ركبت في الميكروباص أخيرا، قعدت جنب الشباك، قعدت في بتاع الدرج اللي هو الكرسي الأولاني، يعني مكان كويس، ولكن كنت قاعدة برضو شايلة الطين. وانا كده ببص لقيت كده اتوبيس قدامي، الاتوبيس ديت طالع منه بنتين صغننين قاعدين يحكوا كده ويتكلموا اكنهم قاعدين في نادي. قلت اكيد الاتوبيس ده مكيف، اكيد البنات دول قاعدين في مكان حلو كده والجو حلو عندهم، عشان كده مبسوطين الانبساط ده. هم ايه اللي بسيطهم كده؟ لما قربت اكتر بالميكروباص من الاتوبيس لقيت الاتوبيس ده حكومي، لقيت البنتين دول قاعدين في كرسي ورا اخر كرسي. طبعا انتوا عارفين الاتوبيس بيبقى زحمه ازاي، اتوبيس زحمه جدا الناس طالعه منه. البنات قاعدين هما الاتنين في كرسي واحد، ولكن هما قاعدين ومدين ظهرهم للناس وبيبصوا على الشباك وقاعدين في منتهى السعاده. اكتشفت حاجة مهمة جدا، انه احنا صغيرين ربنا سبحانه وتعالى كان بيخلينا ان احنا نعيش اللحظة. كان ربنا خلقنا ان احنا نبقى مبسوطين بأي وضع احنا فيه، لكن لما كبرنا لا، بقينا نستنصح، بقينا لا نشيل الطين، بقينا نقعد نفكر حتى لو احنا مش بنعمل شيء برضو مكتئبين. بقينا يا اما نفكر في حاجة تكون حصلت عندنا زمان وما فلحناش فيها، او موقف حصل معانا ومتضايقين منه، ولكن ناسيين خالص ان حتى لو في حاجات عملناها زمان وكانت الحاجات دي ما توفقناش فيها لنتائج كويسة، ربنا كان بيدينا فيها على الخطوات، لكن احنا مش حاسين بالنقطة دي. طب حتى لو كنا بنعملنا قبل كده حاجة زمان، الحاجة ديت كنا اذنبنا فيها، ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم وقال لنا استغفروا ربنا، وقال لنا في الآية الكريمة ان احنا لو استغفرنا ربنا كل حسناتنا ديت كل السيئات بتاعتنا هتتحول لحسنات. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا بسم الله الرحمن الرحيم: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. صدق الله العظيم. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان اللي فات ده اللي احنا قاعدين شايلين الطين واحنا فيه، طب احنا كده كده كسبانين فيه، كسبانين فيه ان احنا خدنا خبرة، كسبانين فيه على ثوابات خدناها طول ما احنا بنعمل عمل وهو بنبتغي بيه وجه الله، كسبانين ان احنا حتى لو اخطأنا فيه واستغفرنا كل سيئاتنا هتتحول لحسنات. يا اما ان احنا متضايقين او خايفين من حاجة لسه ما حصلتش، لسه هتحصل في المستقبل، ودي حاجة مش بايدي، هو انا اصلا ضامنة هعيش في اللحظة اللي انا فيها؟ فالحاجتين دول بيخلونا واحنا ماشيين كده في الشارع بنبقى متضايقين وخلاص، من غير ما في حاجه مضايقانا ولا احنا رايحين على حاجه مضايقانا. طيب هل معنى كده ان انا ما اقعدش اخطط وافكر لحاجه في المستقبل او افكر اخد خبره من اللي فات؟ لا طبعا ما قلناش كده. حضرتك عليك ان انت تبتدي تخطط وتقول انت عايز تعمل ايه وتاخد الخطوات وتعمل كل الطرق اللي توديك للحاجه دي، ولكن طول ما انت قاعد بتعمل في الحاجة ركز فيها واتقي ربنا فيها. وربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فإذا عزمت فتوكل على الله. خلاص توكلنا على الله وخدنا بالأسباب وبدأنا نشتغل في الحاجة، واحنا بنشتغل فيها نركز فيها، وانا رايحة اشتغل فيها برضو هركز في الحاجة اللي هعملها. ولكن في اوقات كتير في حياتنا بيبقى ما فيهاش لا خطوة بنعملها ولا احنا رايحين نعمل خطوة، ولكن قاعدين كده ما بنعملش حاجة. قاعدين مثلا مستنيين ميكروباص هنركب لسه، قاعدين جوه الميكروباص لسه هنوصل للمكان، قاعدين في عيادة دكتور ومفيش برضو حاجة بنعملها، واقفين في طابور ومستنيين حاجة برضو مفيش حاجة بنعملها.
بص كده على وش الناس في الشوارع شايله الطين وخلاص، او ماسكه في الموبايلات ومش باصه في اللي حواليها. مع ان احنا لو ركزنا في اللي حوالينا ممكن نتعلم حاجات من مواقف معينة نلاحظها في الناس. دايما الموقف اللي أنا حصل معايا ده أنا بدأت دلوقتي أتعلم منه إن أنا ليه شايلة الطين، ليه اللي معايا ربنا سبحانه وتعالى يعني قال لنا توكلوا عليا، وأنا برضو اللي شايلة الطين. ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع أجر أي حد يعمل أي حاجة وبرضو شايلة الطين. فموقف زي كده الواحد يتعلم منه. تشوف مثلا حد محتاج مساعدة تخش وتساعده تاخد عليه حسنات. تشوف حد بيعمل حاجة مش صح تبتدي تتكلم معاه، تؤمر بالمعروف تنهى عن المنكر. تمسك سبحه وتقعد تسبح. تقرا في كتاب لو انت برضو في المكان ده ومعاك كتاب، اعمل حسابك انا مثلا في مشوار طويل هركب فيه فاجيب كتاب معايا، اكون مسجله حاجه على الموبايل اسمعها، استفاد بالوقت ده، غير ان انا افكر في الماضي او ان انا احمل هم المستقبل واخاف في المستقبل اللي هو اصلا مش بايدي. يعني من الاخر كده بفكر نفسي واياكم بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، وليس ذلك لاحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.